السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت، وحقكم عليا كالمعتاد ان انا شكلي مرهق النهارده وتعبانه حبتين 3 4، ومع ذلك طالعه. اولا لان انتوا حبايبي وسندي وظهري وانتوا عارفين كده كويس. ثانيا يا ولاد اكل العيش مر بقى، فمضطره اطلع لكم حتى لو انا تعبانه. سامحوني وتحملوا تشحيري شبه البطه في الفيديو ده. النهارده معانا درس جديد من دروس الخيانه والغدر كالمعتاد يا ولاد. سبحانك يا رب، الواحد بقى بيشوف حاجات في الدنيا دي غريبه. ما مش عارفه هو ايه اللي حصل في الدنيا. الناس بقت وحشه ولا ايه اللي بقى ايه اللي بقى حاصل؟ ما تفهموش. على اثر الغدر والخيانه، خصوصا لما تكون حد يعني انت مأمن له قوي ويخونك ويغدر بيك ويسلمك تسليم اهالي كده. كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده ساعة مشكلة عصام صاصة، لما اتعرضت له البودي جاردات واتخانق معاهم والكلام ده، وما اتخانقش، هو صدر لهم مدير اعماله اتضرب واتفرم، وهو اخد عربيته وطلع يجري وسابه هو يشيل الليله كلها ويتضرب ويتعمل ويروح على الاسم هو والرجاله بتاعته، ويعني اتعجنوا. فعشان كده كنت بقول لكم الصاحب الجدع رزق. لكن دلوقتي بقى الجري يا جماعه نص الجدعنه. ما حدش يتعشم في حد يا جماعه. عم عشم مات الله يرحمه، خلاص ما بقاش فيه صحوبيه جدعه ولا الكلام ده. لا 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 لا، كل واحد بقى يقول يلا نفسي نفسي ثم نفسي ثم نفسي، ومن بعد الطوفان مش مشكلة مين اللي هيتهرس في الرجلين، مين اللي هيروح في النص، مش مهم. انا اهم حاجة عندي نفسي وشكلي قصاد الناس وجمهوري ودنيتي ومصالحي. لكن الشخص اللي اتعجن عشان يضايقك يولع، ملناش دعوة بيه. على اثر الندالة النهارده النهارده معانا درس جديد في الندالة. بسم الله ما شاء الله، يعني الله أكبر. الندالة والخيانة في أبهى صورها. كنا من كام أسبوع يا جماعة عرضنا مشكلة ليلى علوي لما كانت في مهرجان اسكندرية السينمائي، والجمهور كان حواليها وحب واحد يتصور معاها وقالت له يلا خلصني بقى بسرعة، وكانت واقفة متضايقة ومكشرة ان هي بتتصور، ما كانتش عايزة تتصور. معرفش امال هي رايحة يعني رايحة المهرجان تعمل ايه؟ انا مش فاهمة بصراحة. مع ان اكل عيشهم هو التصوير يعني هي اكل عيشها التصوير، ولكن اليوم ده ما كانش ليها مزاج بقى تتصور، مش عايزة معجبين. هو كده قفلت معايا انا معجبة بنفسي وده كفاية. فده حاجة طنقت الواحد والله. وان في ناس تقلل من كرامتها للدرجات دي عشان تاخد صورة مع فنان ولا فنانة. انا شخصيا كنت رميت لها التليفون. لا، ما رميلهاش التليفون لان التليفون هيبقى بتاعي. هاخد التليفون واقول لها انا اللي مش عايزة اتصور معاكي. ولكن في ناس كده ربنا يعافينا، يعني معرفش ايه السبب. يعني الصورة دي هتعليهم في ايه او هتزود منهم في ايه؟ والله العظيم انا ما اعرف لغاية دلوقتي. عشان كده بستغرب على الناس، بقول لكم اللي بيبقوا في حفلات زحام رهيب وتلاقيه مصر ولا مصرة يقتحموا الزحام ده كله عشان خاطر يطلعوا على الستيج للفنان عشان يبوسوه وعشان يتصوروا معاه وعشان مش عارف ايه، وممكن يدعكوا في النص من الناس وممكن يحصل حالات تحرش ومش عارفة ايه. المهم انهم يطلعوا ياخدوا الصورة. حاجة عجيبة. على اثر هذا الكلام، ليلى علوي كانت في المهرجان ده، وبعد ما رفضت تتصور او اتصورت وهي مجبرة مع المعجب دون، كان في صحفي. ده بقى اللي انا قلت لكم ساعتها لو تفتكروا كلامي في الفيديو اللي فات عن القضية دي، قلت لكم ان ده بقى الوحيد اللي من حقه. ده من حقه ان هو يصور ومن حقه ان هو يغطي الحدث. ده حقه لان ده شغله. امال هو رايح يتدلع؟ مش رايح يعمل حاجة، هو رايح يغطي حدث ويغطي مهرجان. وفي فنانين بتتكرم المفروض عن اعمالهم في المهرجان ده، فالراجل رايح يشوف شغله مش رايح ياخد صورة كمعجب. فكان الصحفي ده اللي هو اسمه استاذ ريمون وعنده اعاقة في رجله، حاول ان هو يصورها، اتنرفزت وزعلت واتضايقت
وزقته رغم ان هو عنده اعاقه، والناس قالوا لها ده عنده اعاقه في رجله. قالت لهم وانا مالي، انا مالي ومال اعاقته، ما يصورنيش ما يعملنيش. وزقته واخدت منه التليفون وادته لمدير اعمالها وقالت له امسح اي صور او فيديوهات هو صورها. كانت الحادثه دي قصادنا كلنا، وطبعا الكاميرات كلها كانت بتصور والدنيا كلها كانت بتصور، والموضوع ساعتها طلع ترند. طب ايه اللي احيا الموضوع النهارده تاني يا رباب وطلع برضو اسم ليلى علوي ترند على نفس الحادثه؟ اللي حصل النهارده ان الموضوع طالع ترند لان الصحفي ده الحمد لله ان هو ما سكتش عن حقه، لان اللي بيسيب حقه ده يا جماعه ده انسان ضعيف، ما كانش ينفع انه يتهان بالمنظر ده ويسيب حقه. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. طيب هو اتزق واتهان واتاخد منه التليفون واتمسح شغله ومجهوده واتبهدل اخر بهدله من واحده فاكره نفسها اعلى من فوق من البشر كلهم. معرفش ايه السبب يعني، مع ان الجمهور والصحفيين هم اللي عملوها وهم اللي عملوا غيرها. زي برضو احمد عبد العزيز يا جماعه لما رفض يسلم على الناس وكان قرفان قوي وقال له شيل ايدك اللي هو المعجب. وقبل كده محمد رمضان اللي ضرب معجب بالقلم والمعجب راح رد له القلم، وعمرو دياب نفس الوضع ضربه بالقلم. يعني في ناس كده ربنا يعافينا، يعني لما ربنا بيديلهم ما اعرفش ليه بيتكبروا على خلق الله، ما اعرفش، مع ان الناس دي هي اللي عملتك، الناس دي هي اللي خلتك في المكانه اللي انت فيها، لولاهم ما كنتش هتبقى حاجه خالص. والا بقى ما كنتوش عافرتوا عشان الشهره، ما كنتوش ضحيتوا. حتى في فنانين بيضحوا بحياتهم الزوجيه وفنانات ما بيخلفوش عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الشهره، عشان خاطر الناس تعرفهم، عشان خاطر لما يمشوا في الشارع كان الناس تتشاور عليهم وتيجي تتصور معاهم ويرفعوا لهم ايراداتهم، والمنتجين والمخرجين يجروا عليهم. دول الناس هم اللي عملوكوا. فلما تتعاملوا كده مع الجمهور يبقى يعني ده شبع من بعد جوع، ده اللي انا شايفاه. فليلى علوي عملت الكلام ده كان على مرأى ومسمع من الجميع، واحنا كنا منتظرين اي رد فعل من نقابة الصحفيين اللي تابع ليها استاذ ريمون او نقابة الممثلين اللي تابعة ليها الفنانة ليلى علوي. كنا عايزين نشوف اي رد فعل، ما شفناش اي حاجة. ولكن الصحفي هو اللي اخذ بقى قرار شخصي انه ياخد حقه بايده. والنهارده اتفاجئنا باستدعاء ليلى علوي الى النيابه، لان الصحفي اللي هو اسمه استاذ ريمون اللي عنده اعاقه في رجله راح حرر فيها محضر في اسم شرطه سيدي جابر في اسكندريه اللي كان فيه المهرجان. راح حرر فيها محضر في الواقعه واتهمها بالاعتداء عليه، وورالهم الفيديو اللي اعتدت عليه فيه، واخدت تليفونه بالقوه ومسحت الحاجات اللي عليها والكلام ده كله. النيابه العامه استدعتها النهارده وكانوا بيحققوا معاها في الموضوع ده اللي كان ترند من كام اسبوع. النهارده بقى هنا درس الخيانه اللي بكلمكم فيه، هنا درس الغدر اللي بكلمكم فيه. زي ما عصام صاصه ما ساب مدير اعماله يتعجن وقال لك مش انا دي اخت منى انا ماليش دعوه، واخد العربيه بتاعته وطلع يجري، والبودي جارد طلع يجري وراه وكان يعني عايز يجيبه، ساب العربيه وطلع يجري على كورنيش المعادي لغايه ما وصل بيتهم. ليلى علوي عملت نفس الوضع، مش انا دي اخت منى. خير يا ست ليلى، ايه اللي حاصل ده؟ ايه الفيديوهات المتداوله دي؟ ازاي تعتدي على صحفي؟ ازاي الكلام ده يحصل؟ قالت لكم لا مش انا ماليش علاقه بالموضوع خالص، انا واحده رايحه لاكل عيشي، انا بقف اتصور، اللي عايز يتصور يتصور، اللي عايز يعمل اي حاجه يعملها، انا فنانه، انا ماليش علاقه بحاجه. ولكن مين اللي اعتدى على استاذ ريمون؟ مين اللي اخذ منه التليفون ومسح الفيديوهات والصور؟ قالت لك مدير اعمالي. وش كده على طول، وش مدير اعمالي؟ يا نهار اسود يا فنانه، ايه ده؟ ايه الغدر والخيانه دي؟ ايه تسليم الاهالي ده؟ ده انت بعت الراجل في ثانيه.
ده انت بعت الراجل في اقل من ثانية، هو اللي عمل كل ده. يعني حضرتك كنت واقفة يعني مرحبة قوي بالتصوير، ومرحبة بأستاذ ريمون، ومرحبة بالمعجبين، ومرحبة بكل حاجة، وجه مدير أعمالك قالك غلط غلط تعملي كده، وراح ماسك الأستاذ ريمون راح زقه وأخد منه التليفون منه لنفسه كده وعمل كل ده. إشحال إن ما كانش الفيديوهات كلنا شايفينها، يعني إحنا شايفين حضرتك وانت بتاخدي منه التليفون وبتزقيه يعني ده احنا اللي شايفينك. انا مش فاهمه هي الناس اللي بتستعملنا دي يا جماعه وكأن الحاجات دي مش طالعه ترند وطالعه على العام للناس كلها وشافوها. يعني ازاي تنكر حاجه زي كده؟ يعني ازاي تنكر ان هي اللي قامت بالفعل ده وقالت لا مدير اعمالك هو اللي مسح الصور والفيديوهات بناء على امر منك في الفيديو، اخدتي منه التليفون وزقتيه واديتيه لمدير اعمالك وقلتي له امسح الفيديوهات والصور، يعني واخد امر منك، وده كان على مرأى ومسمع من الجميع. لكن الاعتداء انت اللي اعتديتي على الراجل، اخدتي منه التليفون بالقوه، فيبقى ازاي مدير اعمالك هو اللي هيشيل الليله؟ يعني مش ممكن. دي مصيبه ان انت حتى تتنصلي من الحاجه اللي انت عملتيها وتلبسيها لغيرك. يعني الراجل الغلبان ده اللي معاكي اللي سمع كلامك ده لبس معاكي للاسف، مع ان كنت المفروض انت تعفيه خالص من العقوبه وكنت تشيلي الموضوع انت لوحدك بقى تشوفي هيرسى على ايه. كان المفروض يبقى ليك انت لوحدك، لكن انت يعني بسم الله ما شاء الله الله اكبر، الجري نص الجدعنه صاحب الجدع رزق. والله طبعا يا جماعه الموضوع تصنف على انه اعتداء، جنحة اعتداء وضرب، والموضوع ده لو محتاجش علاج طبي، يعني لو ريمون ده استاذ ريمون ده ما حصلش فيه اصابات تحتاج لعلاج طبي، فالموضوع ممكن يوصل لسنة حبس او غرامة. او لو الموضوع وصل ان محتاج علاج طبي لحدوث اصابات فيه اكتر من 20 يوم، فاحتمال العقوبة تبقى اعلى من كده، ممكن تدخل في سنتين كمان. اما بقى لو الموضوع كان بأسلحة وكلام من ده فالموضوع بيتشدد في العقوبة ده من الناحية القانونية. يعني ليلى علوي دلوقتي المفروض انها هتواجه حكم يا بالحبس يا بالغرامة لاعتدائها على هذا الصحفي، الا اذا ما تصلحوش وشربوا شاي بالياسمين واستاذ ريمون تنازل عن حقه، دي حاجة تانية بقى. ومع ذلك انا متوقعة ان هي هتحصل زي ما حصل مع محمد رمضان قبل كده، وتصالح مع المصنفات وتصالح مع اهل الولد اللي ابنه ضربهم. فيعني الناس بتتصالح يا جماعة انتوا عارفين والمصالح بتتصالح وكله صالح يا عم صالح. فلو هم تصالحوا وتنازل عن المحضر والقضية خلاص الموضوع منتهي، وممكن اساسا ان هي تخرج بكفالة على ذمة القضية. مش عارفين لغاية دلوقتي امر النيابة العامة هيكون ايه، ولكن طبعا اكيد القانون هيطبق على الجميع وهينفذ، ده مفيش منه مفر، مفيش حد كبير على القانون، الجميع سواسية امام القانون. ولكن الحسابات الشخصية دي محدش يقدر يتدخل فيها، يعني لو هم هيتصالحوا لأي سبب من الأسباب بقى هترضيه هتبوس على راسه هيتصالحوا بأي شكل من الأشكال، فدي حاجة القانون ما يقدرش طبعا يتدخل فيها. الصلح ما بين الأشخاص إلا بقى لو في حق مجتمع ده موضوع تاني، ولكن الصلح بين الأشخاص طبعا بيتاخد بيه وممكن تخرج بكفالة على ذمة القضية. لغاية دلوقتي احنا مش عارفين. ولكن يأتي السؤال برضو، فين موقف نقابة الفنانين الممثلين؟ فين موقف نقابة الصحفيين من الموضوع كله؟ أنا مش شايفة لهم أي تصريحات عن الحدث، مش شايفة أي عقوبة وقعت على الفنانة ليلى علوي بحرمانها مثلا من التمثيل، بمنعها مثلا من أداء مسلسلات ولا أفلام، بأي عقوبة أيا كانت هي إيه. ما شفناش أي رد فعل نهائي، ولا حتى نقابة الصحفيين انتفضت
للصحفي بتاعهم اللي اتهان واتبهدل على يد الفنانة. ولكن واضح ان نقابة الصحفيين عاملة حساب لنقابة الفنانين، يعني اصحاب بقى واخوات مع بعض يا جماعة، انتوا عارفين بنشرب شاي بالياسمين كتير مع بعض فبنحبه بصراحة. فمش عارفين يعني موقفهم هيكون ايه لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي. ولكن هذا الترند بتاع النهاردة اللي مكسر الدنيا، وصور ليلى علوي مكسرة الدنيا عشان خاطر الترند ده. طلعت مرتين ترند اهو في نفس الشهر عشان حادثة واحدة هي عملتها. عشان احنا دايما سبحانك يا رب بنجري ورا الحوادث اللي زي دي ونطلعها ترندات. عارفين لو كان عمل فني محترم ممكن ما كناش بصينا له، ولكن حادثة زي دي لفتت انتباهنا كلنا، وهي جديرة برضو بلفت الانتباه، لان صورة الفنان المصري ما ينفعش تتصدر كده قصاد كل العالم، وده مهرجان الدنيا كلها بتشوفه. وصورة الصحفي اللي اتهان ده ما ينفعش يبقى عندنا صحفي في مصر مهان ويتعمل فيه اللي اتعمل ده قصاد العالم كله. اكتبوا لي رأيكم يا جماعة في الكومنتات في الموضوع ده، وانتوا شايفين انهم هيتصالحوا ولا مش هيتصالحوا. واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله.